انا جيت. يا مساء الأنوار. في المخازن أوقات بنحتاج تطلع قائمة بالمنتجات اللي فيها خطر محتمل، سواء الكمية قليلة أو إن تاريخ الصلاحية قرب ينتهي. يعني مش شرط إن يتحقق الشرطين مع بعض، فلو واحد منهم بس حصل لازم المنتج يظهر عندي ويظهر قدامي فورا، وده اللي هنعمله باستخدام دالة فلتر مع اور. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. قدامنا جدول بسيط في المخزون بتاعي. المطلوب ان انا اطلع المنتجات اللي الكمية فيها اقل من 10 او ان تاريخ صلاحيتها قرب ينتهي. انا عامل الشيت هنا اهوت. تعال نشوف هنكتب المعادلة ازاي. احنا كاتبين المعادلة هنا فوق للتوضيح. هنبدأ نكتب المعادلة بتاعتنا. اول حاجة بيقول لي عليها ان هو عايز الاري. الجدول بتاعي فين؟ احدد له الجدول بتاعي. نجيب المعادلة بس الناحية دي عشان تبقى واضحة معانا. بعد كده بيقول لي الانكلود بتاعك ايه. ابدا هنا بقى اطبق الشروط بتاعتي. فانا عندي اول شرط ان الكميات دي تبقى اقل من 10. ده اول شرط بالنسبه لي، فاقفل قوس. فهنا هستخدم اور في فلتر هنا معناها علامه بلس، وافتح قوس بتاع الشرط الثاني واقول له ان تواريخ الصلاحيه تبقى اقل من او تساوي تاريخ النهارده اللي هو توداي، معادله توداي. اقفل القوس بتاع المعادله بلس ال 30 يوم واقفل القوس بتاع الشرط الثاني. بعد كده هيقول لي اف امبتي. ممكن اقول له طلع لي ان النتيجه فاضيه خلاص او الخليه فاضيه خلاص، واقفل القوس بتاع فلتر واتك انت. طلع لي النتيجه بالمنظر ده. طب ليه طلعها بالمنظر ده؟ لان انا في الاول خالص لما حددت له خدت معايا اول سطر اللي هو فيه الهيدرز بتاعتي، ودوت مش صح. فهاجي هنا بدل ما هي A1 هخليها A2 واتكله انت. طلع لي الاكسبايرات بتاعتي والكميات الشروط اللي انا حاططها. فلاقي هنا مثلا صنف هو في منه كميه كبيره اكبر من الشرط بتاعي. الشرط بتاعي كان 10، الاقي صنف فيه كميته 21. طلعه ليه؟ لان الاكسباير بتاعه قرب. وهكذا هلاقي صنف الاكسباير بتاعه بعيد، بس هو مطلعه ليه؟ لان الكميه بتاعته اقل من 10. فتعالى نبص على المعادله من اول وجديد واحده واحده. تعال. الداله هي عباره عن داله فلتر. قلت له اول حاجه حددت له الجدول اللي فيه الارصده بتاعت المخزن بتاعي. بعد كده قلت له الشرط الاولاني ان الكميات تبقى اقل من 10. بعد كده حطيت له علامه البلس ودي معناها اور. وبعد كده قلت له الشرط الثاني التواريخ تبقى اقل من او تساوي تاريخ النهارده زائد 30 يوم قدام. فهنا داله اور بتمثلها علامه البلس، وده معناه ان لو شرط واحد بس من الشرطين اتحقق فالمنتج هيظهر عندي. فلنفترض ان مثلا اول صنف عندي دوت. تعال نشوف في الجدول ونغير كميته. كان عندي اول صنف اهوت. تعال اغير كميته خليه 6. المفروض هو كده اقل من 10، بس هيظهر برده معايا في الشيت هنا بالكميه الجديده اللي انا كتبتها. طب تعال نغير بقى، نرجعه تاني ل 21 بس نغير تاريخه. هروح على الشيت اللي انا عامله هلاقي الصنف اختفى. فالنتيجه بتطلع لك في قائمه سريعه وذكيه وبتتحدث تلقائي، بتديك نظره لحظيه على المنتجات اللي لازم تتراجع فورا. فانت حتى لو المنتج عندك منه 100 قطعه بس تاريخه هيخلص بكره هيظهر لك في القائمه، ولو عندك منه كميه 2 بس برضه لازم يظهر لك عشان خاطر تبدا تطلبه من اول وجديد. زينه والله زينه. فدالة فلتر مع اور هي الحل المثالي لكل سيناريو فيه اكتر من احتمال خطر. بتحميك من المفاجآت وتوفر وقتك في التقارير. جربها في تقاريرك اليوميه وهتشوف الاكسل بيشتغل لحسابك. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس، واستنانا في فيديوهات تانية. سلام.